ورد في الحديث أن الشيطان إذا علم أن شخصا ما في سكرات الموت يجهز جيوشه وركبه وخيله ويأتي في هجوم شرس حتى يخرج هذا الإنسان من الدنيا على غير الدين، حتى لا يسلم عند موته من الشيطان. فيأتي الشيطان إليه، فماذا يقول له؟ أول شيء يبدأ به، يبدأ بزحزحته عن الإيمان. يقول له: إن فلان ابن فلان الساحر عظيم قدره قوي سحره، لو جاءك فسحرك عادت إليك روحك وقواك، لو قرأ عليك، لو نفث عليك، لو عقد لك لنفعك. هذا الشرك. فيدعوه إلى أن يأتي للشرك. قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي، يعني الروح، وقيل من راق، من يرقيه، من يداويه، من يعالجه، من راق. من الذي يقول من راق؟ إبليس. يأتيك فيقول لك: تريد من يرقيك بعلاج سحري، بعلاج يعيد القوة، يعيدك كأنما أنت شاب، تبدأ الروح ترجع لمكانها. فإذا قلت نعم ملت إليه. فعندئذ يبدأ الشيطان معك في عقيدتك، يقول: أنا معك، والشياطين الجن عندي معك. فإذا آويت إليهم تنزلوا عليك. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. لكن لو قلت لا، وهي أول حرف من كلمة التوحيد، لا، فإن جند الشيطان وحزبه وتزيينه ينهزم عند الحرف الأول من كلمة التوحيد. لا 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 أريدك، لا أريد شياطينك، لا أريد سحرك، لا أريد رقيتك، لا أريد دواءك، لا أريد قربك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الشيطان يقترب ليصل إلى القلب، وعندما تقول لا إله إلا الله أغلقت الباب. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لا إله إلا الله سلاح فتاك في وجه الأبالسة من الجن والإنس. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. فأول السلام عند الموت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن اسمع ماذا يفعل إبليس. إذا عجز عنك بصورته الحقيقية ذهب فجاء بصور محبوبة لديك وأصوات محبوبة إليك، فيأتيك في صورة أمك التي ولدتك وماتت قبلك. يقول لك: يا فلان أنا أمك، أنا فلانة، أنا مت قبلك، فما وجدت أحسن من دين اليهودي، فمت على دين اليهود يا بني، فإن اليهود معهم الحق. فإذا قلت أمي وملت إليها بالعاطفة فتنت بالأم المصورة غير الحقيقية، وهذا ما يريد إبليس. أما إذا قلت لا، وهو الحرف الأول من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هزم هذا الكيد فجاء بكيد آخر بصورة الأب، أبوك الذي ولدك. يأتيك الشيطان على صورته بابا الوالد، أنا أبوك يا بني، مت قبلك، فما وجدت أحسن من دين النصرانية، مت على دين النصرانية. فإذا قلت لا إله إلا الله هزم، وعندئذ تتنزل الملائكة. الفتنة نجوت منها، وأمر الله توجه إلى ملائكته
أن يتنزلوا عليك لحمايتك وطرد هذه الأباليس من ساحتك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا يوم كنتم أحياء تصلون في المسجد وتصومون لله وتركعون وتسجدون وتفعلون الخير. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا معكم، حتى في القبور، في البعث، في الجنة نحن معكم بعد اليوم لا نفارقكم أبدا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إنها النجاة، إنه الأمن، إنه السلام يوم الموت، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. بقيت وحده ويوم أبعث حيا. الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فمن عاش لله مات في سبيله، ومن عاش لنفسه مات في سبيلها، ومن عاش للدنيا مات في سبيلها، ومن عاش لامرأة مات